السلام عليكم ومرحبا بكم. مثلما أكدنا في الفيديو السابق بخصوص عنتر يحيى، جريدة الشروق الجزائرية تؤكد أيضا أن الدولي الجزائري ولاعب المنتخب الجزائري عنتر يحيى تم تكليفه من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل إجراء والاتصال بقائمة موسعة من اللاعبين من أجل المشاركة في المباراتين المقبلتين أمام كل من زامبيا وبوروندي لحساب تصفية كأس إفريقيا 2027، في الوقت الذي تبحث فيه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن مدرب جديد خلفا للمدرب السابق فلاديمير بيتكوفيتش الذي رحل قبل شهر كامل، في الوقت الذي أيضا هناك ضيق وقت شديد من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تسعى بكل الوسائل من أجل تحديد هوية المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجاري. صحيح أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرعت في مفاوضات كثيرة، شرعت في مفاوضات مع مدربين كثر في الآونة الأخيرة من أجل إقناعهم على الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، ولكنها وجدت صعوبات كثيرة بخصوص التعيين الأخير، ويتعلق الأمر بأن بعض المدربين الأجانب طلبوا أجرة عالية في الوقت الذي وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حد بخصوص الأجرة الشهرية التي سيتلقاها المدرب الجديد. إذن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتجنب ضيق الوقت ولتجنب الدخول في متاهات بخصوص المجموعة والتشكيلة، خاصة وأن التشكيلة ستكون أمام المنتخب الجزائري هو منتخب متجدد، بما أن بعض الكوادر أعلنت عن اعتزالها بخصوص مسيرتها الكروية الدولية على غرار رياض محرز وعيسى مندي. هناك عناصر شابة ويجب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم شمل هؤلاء العناصر، وكان ذلك بتعيين الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى من أجل إجراء قائمة موسعة من اللاعبين. القائمة الموسعة من اللاعبين نتحدث عليها. شخصيا أرى أن عنتر يحيى اتصل ببعض اللاعبين الشبان الذين هم مستقبل المنتخب الجزائري. الاتحاد الجزائري وضع في المرحلة المقبلة سياسة التشبيب، خاصة وأن المنتخب الجزائري قادم على مباريات سهلة نسبيا مقارنة بالمباريات التي لعبها في منافسة كأس العالم والمباريات التصفوية في كأس العالم أيضا. أو المباريات المقبلة التي سيخوضها المنتخب الجزائري ستكون أمام منتخبات يمكن القول أنها متواضعة وهي في متناول المنتخب الجزائري، ولذلك الاتحاد الجزائري وضع هذه السياسة واستبق الأمر، بما أن هؤلاء الشبان سيحصلون على فرصتهم في المباراتين المقبلتين أو حتى في المباريات الودية التي تلي هاتين المباراتين. عنتر يحيى اتصل ببعض العناصر الشباب وحتى بعض العناصر الشبان الذين لم يحصلوا على فرصهم في عهد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ونتحدث هنا عن ياسين تطراوي الذي يتألق حاليا في صفوف لونس، نتحدث أيضا عن أمين الشياخة، هذا اللاعب المتألق في صفوف كوبنهاغن والذي ستكون له الفرصة وسيكون ضمن القائمة الموسعة بنسبة كبيرة، بالإضافة لبعض اللاعبين الشبان على غرار إيلان قبال المطلوب حاليا في أولمبيك مارسيليا. كل هؤلاء العناصر الشابة ستكون لهم الفرصة وسيكونون ضمن القائمة النهائية والقائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا للمباراتين المقبلتين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الاتحادية الجزائرية لتعيين مدرب جديد، هذا التعيين سيكون بحول الله قبل نهاية شهر أوت. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يجب أن يعلن عن هوية المدرب الجديد، ويجب أيضا التنسيق بين المدرب الجديد وطاقمه وبين عنتر يحيى الذي شرع منذ مدة في عمل على مستوى المجموعة، في عمل على مستوى التشكيلة. وسبق وأن قلنا أنه عنتر يحيى اتصل ببعض اللاعبين وحدثهم عن التربص المقبل شهر سبتمبر ودعاهم إلى ضرورة العمل ومواصلة العمل مع أنديتهم، مع أيضا هناك صعوبات أيضا بخصوص بعض اللاعبين الذين يتواجدون في نقص منافسة، ويتعلق الأمر مثلا محمد الأمين عمور الذي يعاني مع ناديه فولفسبورغ والذي يتجه للخروج من هذا الفريق الذي مر
بفترة صعبة فيه. يعني كاين هناك عناصر وهناك لاعبين يتواجدون في وضعية صعبة ويتواجدون في قلة منافسة، وهذا الأمر سيشكل عائق بالنسبة لعنتر يحيى الذي قد لا يضع هؤلاء اللاعبين ضمن القائمة النهائية شهر سبتمبر المقبل. إذا يمكن القول أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أرادت الاستفادة من الوقت واستباق الأحداث بتعيين عنتر يحيى لإجراء القائمة النهائية للمنتخب الجزائري قبل التعيين النهائي للمدرب الجديد الذي نتمنى أن يكون في مستوى تطلعات عشاق كرة القدم الجزائرية. فبالتوفيق للمنتخب الجزائري، ونتمنى الأفضل للكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية. تحياتي.